منتخب المغرب الأولمبي عامل أداء ممتاز في بطولة أفريقيا. فوزي لقجع، تحبه أو ما تحبوش مش قصتنا، لكن الراجل عمال بيعمل CV غير عادي. كانت النقطة السلبية الوحيدة في مسيرة فوزي لقجع في قيادة الكرة المغربية حاجة واحدة، المنتخب ده، لأنه المغرب ما كانتش بتروح الأولمبياد. فقرر لقجع انه يكرر تجربه الرجراجي بنفس الترتيب تقريبا، بمعنى المدير الفني عصام الشرعي، المدير الفني لمنتخب المغرب النهارده، اللي يا رب نواجهه في النهائي ان شاء الله وتكون مباراه ممتازه بين مصر والمغرب. الراجل ده تم اختياره بعد ما الحسين عموته مشي وراح الوداد. وقتها الصحافه والاعلام المغربي سال اشمعنى عصام الشرعي مش اي مدرب محلي؟ الاجابه انه فوزي لقجع عمل اجتماع مع كريس فان بويفلد، ده المدير التقني للجامعة الملكية المغربية، بسبب ان عصام الشرعي كان شغال في بلجيكا وكان بيتابع اللعيبة الموجودين في اوروبا زي صابري وزي شادي رياض وزي اللعيبة الموجودة في اوروبا. تم اختيار الراجل ده تحديدا علشان يكرر نفس التجربة بتاعت الرجراجي. فالامور مش بالصدفة، رغم انه اداء المنتخب المغربي فيه علامات استفهام في بعض فترات المباريات، لكن تم اختيار الراجل ده على حساب مديرين فنيين كتير لان الموضوع مخطط. وتاني بقولها، المغرب وحتى مالي عندها 3 لعيبه قيمتهم التسويقيه معديه 6 مليون يورو. المنتخبات دي ادركت انه اللعب على العنصر الموجود في الدوري المحلي ما هوش كافي علشان لما تروح الاولمبياد، فابتدى يشتغل على اللعيبه اللي موجوده بره، كل اللعيبه اللي سنها صغير هات 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 وشغل على طول، عبال ما اكتشف واشوف الناشئين وقواعد الناشئين، والله اعلم في المغرب قواعد الناشئين عامله ازاي، عندي لعيبه جامده ولا ما عنديش. هو خد الطريق السليم. في مغاربه كتير بيلعبوا كوره بره، تعالى يا عصام لم اللعيبه الموجوده كلها، وده اللي حصل. امتع وافضل واكثر اللاعبين اقناعا وشخصيا متخيل مكانه قريب جدا في المنتخب المغربي، قلتها الحلقه اللي فاتت، صابري عظيم، واحد من اكتشافات عادل رمزي بالمناسبه، لكن عظيم. فكان الاختيار انه الجيل ده شاف فوزي لقجع انه فيه مهارات وفيه بوتنشال يوصلك اولمبياد، فلازم تاخد نفس الخط بتاع الرجراجي، وهو ما حدث بالفعل. استغل بقى المغرب عامل الارض والجمهور واللعيبه وزلزولي وكل الكلام ده تمام جدا، لكن الفكره نفسها ان الراجل ده قدر انه يكون الفريق ده في معدل زمني قليل، تجيب كل انواع المهارات اللي موجوده عندك، فهو يستحق التحيه ويستحق التقدير على العمل المنتخب المغربي في انتظار ما ستسفر عنه البطوله.